وبه ينتهي ما قصدت شرحه من مسائل رسالة المناسك للسيد الأستاذ رضوان الله عليه، وقد استغرق ذلك زمنا طويلا إذ ناهز 18 عاما دراسيا، وإنني أحمد الله جلت آلاؤه على حسن توفيقه لي في الاشتغال بمذاكرة أحكام الحج والعمرة وفقا لفقه أئمة أهل البيت عليهم السلام بصورة متواصلة خلال هذه السنوات الطوال، بالرغم من كثرة مسؤولياتي الأخرى وتوارد المحن والهموم وتشتت البال واضطراب الحال في كثير من أوقاتها. ويهمني هنا أن أعتذر عن كل حفوة صدرت مني أو خطأ وقعت فيه، ولا سيما في فهم كلمات الأعلام أو في نقدها ومناقشتها، وأخص بالذكر منهم السيد الأستاذ قدس سره الشريف الذي كانت كلماته محور كثير من مباحث هذا الشرح، وله الفضل الأول فيما اشتمل عليه مما يجدي وينفع، فإنه رشحة من رشحات فضله وجرعة من بحر علمه. وأما ما كان فيه من عيب ونقص فهو لقصور أو تقصير مني، أسأل الله تعالى برحمته وكرمه العفو والصفح عن كل ما وقع من ذلك. ويهمني أيضا أن أشكر الأحبة الحضور والمستمعين، ولا سيما الأعزة الذين تفاعلوا مع البحوث المطروحة وكان لهم دور مميز في إثرائها بملاحظاتهم وتعقيباتهم، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يمنحهم مزيد التوفيق في مواصلة مسيرتهم العلمية ويبلغ بهم أعلى درجات العلم مقرونة بالصلاح والسداد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين.